مرحبا حبايب، ان شاء الله كل الف خير وياكم علي. طبعا اليوم عندنا طريقه عمل مربى الجوجه. اطيب هواي من اللي تجيبوها جاهزه، واهم شيء بدون مواد حافظه. اول شيء عندنا المكونات: كيلو جوجه جبتها ونظفتها وغسلتها وهسه راح نسويها. عندنا هنا الشكر 3 قلاصات شكر من هذا القلاص مالت الانقور. وبالنسبه للهيل عندنا ملعقه شاي صغيره هيل. وعندنا هنا اقل نص ملعقه نمندوزي. وهنا عندنا النشا ملعقه اكل من مثل هاي الملعقه النشا. هاي اختياريه، لكن انا افضلها على مود تصير القوام مالت المربى شويه ثخين. احطها هسه بالقدر وافورها. راح اول 5 دقائق 10 دقائق تصير وقفه من فوق. توخرون الوقفه لازم وتكملون. هسه انا راح اراويكم نحطها على القدر. طبعا يا حبايبي هنا ذوبت كل المكونات اللي هي الشكر والمندوزي والهيل، وحطيت مي لحد ما غطت الجوجه كلها مثل ما تشوفون. هسه بس احطها على النار واراويكم اياها. حبايبي طبعا هاي بعد ما فارت الجوجة، صارت هاي الرغوة اللي قبل شوي قلت لكم عليها كلها راح نشيلها. مو على مود شي، على مود بس الشكل راح يصير مو حلو. هي اساسا ما لها داعي، يعني ما تسوي شيء، ما تضيف طعم. تمام. ونخليها على العين العالية ونبقى نراقبها. وبعد شفت 10 دقائق ارجع لها. طبعا انا واقف ظالي يمها يعني بس 10 دقائق واصور لكم واراويكم بعدين قوامها واصبها بالشاش. طبعا حبايبي هنا بعد ما مرت فتره من الوقت، طبعا ما اقدر احدد لكم الوقت لان كل من حسب الطباخ مالته وقوه العين والمي ايش قد حاطه. فانتوا عينكم ميزانكم، يعني لازم تظلون واقفين يمها. فانا ظليت واقف يمها وخرت كل الوقف اللي صار اللي قلت لكم عليه. وهسه راح احطها بماعون على مود اعرف هل هي هذا القوام المناسب اللي وصلت له لا. راح انتظر شوي انه يبرد. لو احط على مود اسرع العمليه احطه بالفريز على مود شوي يبرد على السريع. اذا صارت هي اقول لكم، اذا ما صارت ارجع احطها بعد على النار لحد ما تدخن بعد ازيد وارجع اصور لكم اياها. طبعا حبايبي هنا انا طلعت لكم شويه كميه حتى تشوفوها. منتظر باقي الكميه تبرد حتى اعبيها بالشياش. طبعا حبايب هاي بعد ما خلصت كل الكميه وحطيتها بالشياش، ما شاء الله الكميه كلش كبيره. هسه الشياش ذني كبار بس حاليا ما مبينات بالتصوير، ما اعرف ليش. المهم بالنسبه للحفظ لازم الشيشه تماما نظيفه 100% تقدرين من عندها، ولازم ناشفه تماما. طبعا بالنسبه للاستخدام اليوم احنا ندري انه المربى مثل ما سويناها هسه قدامكم ما حطينا بها مواد حافظه، فمن اقل شيء راح يصير بها عفن او تقطن او تخرب. فلازم الاستخدام اليومي تحافظون عليها نظافه. مثلا يعني الخاشوقه اللي تشيلون بها المربى لازم نظيفه، يعني مو خاشوقه انتم ماكلين بيها مثلا او مستخدميها مثلا بالجبن او هيك شيء وتحطوها نفسها. لازم خاشوقه هي مخصصه للمربى، تمام، نظيفه تكون. وقبل شويه اكو ملاحظه ما قلت لكم اياها نسيتها. من تسوون المربى على النار بالقدر لازم ما تغطوها تماما وتظلون واقفين يمها طول الطبخ مالتها، طوال فتره الطبخ مالتها، على مود نهائيا مثلا لا تلشع او هيك شيء. ولازم تظلون تقلبون بيها وتشيلون الرغوه هاي اللي قلت لكم عليها البيضه كلياتها. ولهنا نصل نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو وسويتوا الوصفة وعجبتكم كتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ألتقيكم في الفيديو القادم. مع السلامة.